لا يمكن أن تتحقق الحياة الكاملة الروحية اللي هي الحياة الحقيقية، ماشي حياة الأبدان، لا أبدا. في القرآن الكريم حين يتحدث القرآن عن الحياة يتحدث عن هذه الحياة وهي حياة الأرواح، حين يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم. أو من كان ميتا فأحييناه. ما معنى ميتا هنا؟ ليس المرض ميت الجسد كان مدفون في التراب فأحياه، لا، كان ميت الآدمية، لأن الآدمية الحقيقية والإنسانية الحقيقية إنما تكون بما في داخل الإنسان. هذا الكيان الداخلي هو الإنسان. فإذا فقد الإنسان هذا الكيان الداخلي اللي هو حقيقة الإنسانية والآدمية صار جسدا هامدا وقطعة من التراب. ولذلك متى أسجد الله تعالى الملائكة لآدم؟ حين نفخ فيه الروح، قال ونفخت فيه من الروح فإذا نفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين. وحين تنسحب هذه الروح يصبح الإنسان قطعة من التراب ليس له قيمة، ويعجل الناس بدفنه ومواراته في التراب حتى لا يتعفن ويمله الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية التي تلوت أو من كان ميتا فأحييناه. وقال الشاعر الحكيم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. هناك أجسام هي قبور متحركة قد دفنت فيها أرواح ميتة، أرواح ميتة مدفونة في أجساد متحركة، وهذه الأرواح تظل هكذا مدفونة في هذه القبور إلى أن يأتي يوم النشر ليقوم الناس لرب العالمين. وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور، أي لا ينشرون إلا إلى يوم الحشر. هذه الخصيصة الأخرى مع فضيلتها.